السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب بخير دايما. النهارده بقى يوم مختلف. النهارده انا عندي عزومة، هي افرادها مش كتير، بس انا بالنسبة لي الناس جايين لي البيت، فلازم طبعا اعمل معاهم احلى واجب. طيب انا هعمل لهم غدا ايه؟ سمك. طيب السمك يعني السمك المتواجد دلوقتي في السوق، يعني في الاسواق معظمه بحر، يعني رغم ان الجو قلب، بس النهارده انا لما نزلت لقيت اسماك بحر كتير وطازه. فاللي شدني اكتر لقيت السبيط طازه، بلدي بتاعنا بتاع البحر. الجمبري هنا مخلط كبير وصغير ماشي، بربون، وكان معاهم واحده موزه حطها معاهم. طيب هنا هنبدا نعمل ايه بقى؟ النهارده بقى ايه؟ يوم مختلف، هنبدا نشتغل حاجه حاجه، مش محضره مقادير ولا اي حاجه، كل حاجه هعملها معاكم. بس اكتر حاجه هتاخد معايا وقت السبيط. فالسبيط ده انا شاطفاه ونقعه بميه بليمون بخل وصفيته زي المره اللي فاتت. هنزل عليه كده برشه دقيق عشان نضيع زفرته خالص. بصي، ورشه ايه؟ فلفل اسمر. نبتدي بيه لان ده يا جماعه اللي بياخد ايه معانا وقت شويه. بس بقى ايه، ونقلبه. طيب بعد كده ايه؟ هنقلبه بقى ونسيبه ايه في الدقيق كده، ايه مش وقت كتير طبعا لان العزومه بتبقي انت مستعجله. فكده انا سايباها اهي، هسيبه كده وابدا ايه؟ اشتغل في السمك. طيب لما اشتغل في السمك، طب اول حاجه هنعملها ايه؟ قلنا البربون. بصي البربون انا جبته، يعني انا عند الراجل قلت له نضفه لي. بصي نضفه لي اهو، فتح لي بطنه من هنا وبقى زي الفل. بس هو لقى مع البيعه قال لي في واحده موسى معاهم زياده في الميزان، يعني احطها. قلت له حطها لان اخدتها، لان عجبني السمك ان لقيته طازه وحلو وقلت فرصه. طب هنبدا بقى نشتغل ايه في التتبيله بتاعت السمك. هنجيب الكبه بتاعتنا ونبدا نشتغل. تعالوا بقى هنا نعمل تتبيله السمك اللي هنعملها وانا هنشتغل بيها السبيط. طبعا هنا انتوا عارفين يا جماعه ان انا التوم بعمله بالسنه، عشان كده ايه بيبقى مفروم عندي. احط التوم اهو، ماشي. طبعا التوم انت حسب كميه السمك وحسب اللي انت ايه هتستخدميه. طيب احنا كده التوم بتاعنا كده تمام. بعد التوم ده هتعملي ايه؟ هنزل بالفلفل. بصي اهو، نص بارد ونص حامي، انا عاطيه او معلش قرن وقرن، اسمهم نصين. طيب بعد كده بتعملي ايه؟ بحط البهارات بتاعتي. البهارات بتاعتي يا جماعه ما بنختلفش فيها في السمك، دي ثابته. بس اهي كمون، عارفين السمك كمون وكزبره، دي اساسي معانا. طيب ادي الكمون. هنجيب بقى الكزبره اهي، ادي الكزبره. طيب الكزبره معانا. طيب جماعه بصوا، توابل السمك دي ايه؟ انا بجيبها على طول، بس انا كان بتكلم عن نفسي يا جماعه، يعني هي كتوابل السمك بتدي طعم، بس انا ما بمنش ليها قوي. فانا تلاقيني حتى ايه، ما بكترش، انا باخد رشه كده خفيفه خالص. ده بالنسبه لي انا، انت عادي معاكي بالنسبه لك توابل السمك حطي براحتك. بصي، وهنزل ايه؟ بالملح بتاعي كده. بقى كل ده اروح اضربه ايه في الكبه. بصوا يا جماعه التتبيله بتاعتنا اهي. طب دي هبدا احشي بيها السمك بتاعنا، وفي نفس الوقت شايله منها معلقه للسبيط. بصي بقى كده، بصي البطن كده اهو. وتتبلي السمكه من جوه ومن بره. طبعا احنا حاطين فيها ملح وكل حاجه. بصي اهي تتبيله كده. ادي السمك كله بتاعك كده. دي هسيبيها في الاخر، هنتبلها كده وش وده. بصي اهي، ادي البربونه هنا. طبعا في على فكره في ناس ما بتتبلش البربون من جوه، في ناس بتقليها على طول. بس ده عشان بربون حجري لازم يا جماعه نفتح بطنه، لان ده بيتغذى مش زي التاني. البلدي بتاعنا بياكل ايه؟ الطحالب اللي في الصخر، غير البلدي غير التاني اللي في السوق. ده عشان بلدي بيتغذى على الطحالب اللي في الصخر، فلازم تفتحي بطنه. لكن التاني عادي بتاكليه زي ما هو، بيبقى الاكل بتاعه جمبري، بس ده طبعا بيبقى طعمه جميل. بصي كده كده اهو، احنا خلصنا الكميه بتاعتنا. هنا بقى هجيب السفليه دي وانزل عليها بالتتبيله كده ايه من جوه ومن بره. هنا بقى ايه، واروح حاطيها عصره ليمون واسيبها في تتبيله السمك دي شويه كده اهو. كده بقى نسيبه شويه ونعصر عليه ليمون كده اهو التتبيله. بصي واعصري عليه ليمون كده. طبعا احنا هنشتغل على طول، فمش يعني التتبيله على طول. بصي كده اهي، عصرت عليها ليمونيه وهسيبها بقى ايه شويه. ماما ابدا في السبيت. اول حاجه لازم ايه، احط السبيت على النار كده يا حبايبي اهو. هنبدا بقى نعمل في السبيت بتاعنا. طبعا بتنزلي بالبصل بتاعك في شويه الزيت، وطبعا انت حسب الكميه، يعني انا مكتره في البصل، مزوده شويه في الكميه زي ما قلت في الاول. يعني عندي
ضيفه عزيزه عليا شويه هي وبنتها فهيتغدوا معايا. فبصي كده اهو، اهو كده بقى هنبدا نسيب البصل يبدا ياخد اللون ونكمل اكله السمك النهارده اللي احنا هنعملها مع بعضينا. تعالي نشوف. بصوا يا حبايبي البصله كده بتبدا تاخد لون. طبعا احنا عملنا تتبيله السمك مع بعض، هاخد منها معلقه وانزل بيها ايه على البصل ده. بصي كده هو بدا يبقى ذهبي عشان تاخد تحميره بس معايا اهو كده، ونقلبها كده ايه مع البصل تحمر معاها كده بقى كده ياخدوا لون مع بعض. طبعا تتبيله السمك دي بتبقى جميله جدا يا جماعه. يعني ممكن لو انت مثلا عندك كميه توم والفلفل وحاجه قبل ما تبصي الثلاجه او مركونه او لاي سبب من الاسباب، او ان الحاجه عادي يعني فرصه انا كده بعمل حاجه فبعمل كميه واشيل منها مثلا علبه في الفريزر، لما بعوز بطلعها تفك واسحب منها. بصي كده هنسيبها بقى تحمر. وعلى فكره انت ممكن تقطعي البصل ده على ايدك، ممكن تضربيه في الكبه حسب ما انت عايزه، نتيجه الاثنين واحد. وانا بالنسبه للطماطم برضك ضربتها في الكبه، انت عايزه تقطعيها حته صغيره خالص مش عايزه تضربيها في الكبه نص ضربه كده على السريع هتبقى جميله قوي معاكي. تعالي بقى تبدا تحمر شويه وننزل ايه بالطماطم كده اهي. بصي كده اهي البصله اهي احمرت بقت لونها حلو، انا مش عايزه اكتر من كده. بصي اهي كده. بعد كده هتعملي ايه؟ الطماطم اهي بس يا جماعه انا ضربها في الكبه عادي خالص، عايزه تقطعيها انت حتت صغيره براحتك كده اهي. نقلبها كده تعالي بقى نحط الخضره بتاعتنا كده بقى. بصي هننزل بالخضره بتاعتنا، واحنا قلنا الخضره بتاعتنا عباره عن بقدونس وكزبره، ما بحطش اكتر من كده، ما بحطش شبت في السبيت خالص. بصوا كده بقى ونجيب شويه ميه. وبرده انا قلت يا جماعه ما بحطش الملح بتاعي دلوقتي خالص. بصي كده اهو، انا بخلي الملح والفلفل في الاخر. هو كده كده في تتبيله السمك ملح سوري، في تتبيله السمك فلفل. بص اهي، انت عايزه بقى تحمي ممكن تحطي شويه بابريكا، ممكن تحطي شويه فلفل اسمر دلوقتي زي ما انت عايزه، بس انا عامه بحطهم في الاخر. بستنى ادوق طعم التسبيكه بقى عامل ازاي كده بقى. تعالي نكمل الاكله بتاعتنا كده. احنا هنغطي واول ما تبدا تسبك ننزل بالسبيت بتاعنا. هنا بقى هنرجع نشوف التتبيله بتاعتنا. بص اهي بدات تخش في التسبيك. بصوا عامله ازاي. طبعا انا قلت يا جماعه بحط الملح والفلفل في اخر حاجه. هنا بقى هنزل بالسبيت بتاعي بعد ما شطفناه من الدقيق والفلفل، هننزل بيه كده اهو، وهنديله تقليبه حلوه كده يستوي معاها. هنا بقى هنجيب شويه ميه. بصوا بقى هنا هنزود ايه معلقه الملح والتوابل اللي احنا كنا شايلينها من بتاعه السمك، قلنا هننزل بيها في الاخر، حطيناها بقى دلوقتي. طيب السبيت ده هنزوده ميه بس يا جماعه. المعلومه اللي هنا عشان ما تاخديش ميه من الحنفيه وتنزلي بيها على السبيت على طول. لو عملتي كده السبيت ده هتحسي بيلم وبيشد معاكي في الاكل، لكن عايزاه يفضل يحتفظ بطعمه زي ما هو وتلاقيه كده طعمه حلو وطري معاكي. وبالذات ان ده سبيت بلدي يعني ما تضيعيش الجمال بتاعه في ان انت تحطي ميه ساقعه. بصي بقى هنزل كده من الكاتل بميه سخنه واسيبهم بقى ايه يعيشوا مع بعض كده بقى. اديهم تقليبه اهو. بصوا كده عشان تبقى كل التوابل اللي احنا حطيناها. احنا فاضل لنا يا جماعه الملح والفلفل، انا بتكلم عن تتبيله السمك كده بقى. احنا نغطي الصينيه بتاعتنا ونروح نعمل ايه حاجه تانيه. بصي بقى يا ستي، طبعا احنا حطينا كده صبيت على النار متبلين السمك بتاعنا. طب فاضل الجمبري. الجمبري بقى بنعمله ازاي؟ الجمبري دوت او اهم حاجه انا اساسا عايزه اطلع منه شوربه، بس اهم حاجه عشان الشوربه ما يبقاش ليها طعم زفاره او حاجه انت من نفسك ما تجيبكيش تشربيها. فاهم حاجه بتعملي ايه؟ بتجيبي الجمبري. طبعا هو يعني جبت انا كبير على صغير، ده وده خلطتهم على بعض. ده بتجيبيه بتنضفيه كويس قوي، بتنقعيه، بتشيلي سلسال ظهره وبتسيبيه كده. بس بتنقعيه فيه ده انا بعديله شويه ميه بعصره ليمون بس عشان ما يتهراش، وما بطولش يعني ما فيش ثانيه اتنين واروح شاطفه على طول في مصفى وحطاه
كده ده تمام. طب انا هعمل بقى الشوربه بتاعتي ازاي؟ خلاص احنا خلصنا من الجمبري ونضفناه تمام وزي الفل. طيب هنبدا نعمل الشوربه بتاعتي. انا كده هقول لكم المقادير بسرعه. بصل اهو حسب ما انت عايزاه، مقطعه سلايز، مقطعه قطع، اي حاجه انت، اي تقطيع انت عايزاها خلاص. طيب ومعانا فلفل وطماطم ومعلقه توم. طب هنعمل بقى ازاي الشوربه بتاعتنا او الجمبري؟ تعالوا اوريكم. بصي هنا هتجيبي الحله بتاعتك. طب الحله بتاعتك هتنزلي ايه؟ هجيب ترشات البصل كده الاول وانزل بيها اهي كده اهو. تاخد بس التشويحه، يعني هنا انا مش عايزه اكتر من ان انا اشوح اهي كده تشويحه بس كده. اسيبها على النار شويه كده. بصوا يا حبايبي البصله بتدبل اهي، انا مش عايزه احمرها، انا عايزاها تدبل بس خفيف كده. بصوا. طب وهي كده هعمل ايه؟ هجيب معلقه الثوم دي وانزل بيها اهي وتقلبيها. بصي كده تتقلب. بصي تاخد تشويحه مع التومه. عايزه اقول لك الريحه جنان بجد. بصي كده اهو. طيب بعد كده هتعملي ايه؟ بصي دبلت بالتومه وطلعت ريحه جامده. هنزل بقى بالجمبري بتاعك اهو. وطبعا هتقلبي الجمبري لحد ما ايه؟ التتبيله دي ياخد لون بس. يعني اول ما ينزل يبدا ياخد بص اللون بتاعه ازاي. طبعا احنا عارفين يا جماعه الجمبري ما بياخدش سوا، يعني ما تقعدوش وقت عشان يتهرى منه. هنا بس ياخد لون. بص الجمبري هنا اهو اخد لون. طيب بعد كده هعمل ايه؟ بعد كده هنزل ايه؟ الطماطم والفلفل. طبعا التقطيع حسب ما انت عايزه، التقطيعه دي بتاعتك انت. بس كده هندي تقريبا كده بقى، ونبدا نجيب التوابل بتاعتنا. بس كده بقى نزلنا بالبهارات. ادي الملح بتاعنا، وطبعا احنا عارفين اي سمك او قشريات كمون وكزبره. ادي الكزبره وادي الكمون. عايزه تنزلي ببهارات سمك حطي بردك ما فيهاش مشكله. انا اللي عندي المشكله يا جماعه والله من بهارات السمك. بصوا كده. كده بقى تعملي ايه؟ بردك نفس القصه بتاعت السجق، ما ينفعش انزل بميه ساقعه، يعني هو اساسا محطوط على نار. تيجي انت تنزلي ميه ساقعه عليه هيبقى مش حلو. بصي كده انا حاطه ميه اهي في الكاتل بتاعي ونازله بيه عليها كده. بقى احنا حطينا بهاراتنا كلها وهنسيبه ايه؟ يستوي مع بعض. بس اهي نقلب تقليبه اخيره بس كده في الميه. ممكن نزود كمان شويه ميه. وكده بقى هغطيه. وكده بقى طبعا هناخده احلى شوربه. وعايزه اقول لك ايه؟ طعمها جميل والله، تاني انضف من المطاعم واطعم من المطاعم. بصي كده بقى. كده بقى احنا هنغطي الحله بتاعتنا ونكمل سواها. دي على فكره ما بياخدش وقت، يعني الجمبري 10 دقايق اهي، 10 دقايق ونطفي عليها. انا ما نسيتكش انا مخلياك للاخر. كده طبعا السمك واحنا متبلينه سيبته اخر حاجه عشان ده اخر حاجه عليها وتطلع سخنه. طبعا زي كل مره بنجيب كيس كده بتحط شويه الدقيق بتاعك. وقلنا الجديد اللي فيه ان احنا بنحط كاري، بنحط بابريكا، كمون، معلقه نشا. هنا بقى هجيب الكيس بتاعك وشويه الدقيق. طبعا انا مش مكتره عشان الكميه عندي مش كتير، لو فاض معايا بشيله المره الجايه. بنزل كل ده كده في الدقيق طبعا. وبنقلب البهارات الجميله دي كلها ايه في الدقيق تدينا طعم حكايه. بصي كده اهو. في نفس الوقت احنا محافظين ان احنا مش مبهدل، هو كده كده سمك يعني بنبهدل بس ايه كده ارحم يعني نص العمى ولا العمى كله. بصوا كده اهي التتبيله بتاعتنا كلها بتتقلب في الدقيق. بس اهي لازم تتاكدي ان التتبيله بتاعتك كلها تمام، يعني مش في حته واحده ركنه عشان تدي طعم للسمكيه. بصي. وطبعا النشا عشان هي يقرمش منها السمكه بتبقى طريه من جوه بتبقى حلوه كده. بصي كده اهي. هنبدا بقى ناخد السمك بتاعنا ننزل بيه في الدقيق كده بقى. نسحب من السمك بتاعنا، عايزاه واحده واحده اتنين اتنين زي ما انت عايزه. كده كده احنا بنقلب بيه الكيسه ما بنعملش اي حاجه. بصي كده اهو. بصي كده تمام. هنطلع بقى بص في طبق مع بعض ايه نبدا نقلي اهو. كده كده بقى نعمل الكميه بتاعتنا
بصي بقى هنا هنبدا نقلي السمك. بتجيبي الطاسه طبعا والزيت بتاعك، والاول على نار عاليه تاخد بس الصدمه، وبعد كده نهدي النار يستوي. بصي كده. وبكده حبايبي احنا وصلنا لنهايه الفيديو. طبعا انا زودت، جبت سمك مشوي من بره. ادي اهو طاجن السبيت، ادي السمك الجمبري، عملت سلطه، عملت طحينه. طبعا بصوا شوربه الجمبري عامله ازاي. بس الجمال بقى تعصري شويه ليمون كده وتشربي احلى شوربه جمبري. يا رب يا رب الفيديو يعجبكم. ما تنسونيش بقى في اللايك وسبسكرايب وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ميرسي قوي ليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.